السلام عليكم. فيديو جديد اللي كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. وصفتنا اليوم سيطلات صغار كيجيو اكثر من رائعين. واللي كيشاهد القناه ديالي لاول مره يفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد، وما تبخلوش عليا بلايك الفيديو من باب التشجيع، وهذا بطبيعه الحال فضلا وليس امرا. وبلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج كميه من ستيبيا والميرنا والكروفيت، والكميه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم، والشوبينيو الجاف من بعد ما رقدته في الماء غليان، وعندي عصير ليمونه، وعندي ربع كاس ديال زيت الزيتون، وعندي المعدنوس والزيتون مقطع بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا، والفرomاج حمر محكوك، وعندي ربعه ديال الدروز ديال الثومه، ورقه سيدنا موسى، وعندي ملعقه صغيره ديال الهريسه، الموطارد، صلصه الصوجه، وعندي هنا القشور ديال الكروفيت اللي ضفت ليهم الماء وغادي نغليهم باش نرقد فيهم الشعريه الصينيه. وهنا عندي بصله مقطعه، نص ليمونه مصيره. وبالنسبه للتوابل عندي عطريه ديال بسطيط الحوت والتحميره او البابريكا والابزار، الكمون والسكينجبير والخرقوم والقليل من الملح. كناخدو خلاط كهربائي كنوضعو فيه المعدنوس وعصير الحامض واللب ديال الحامض مصير والهريسه والموطارد ملعقه صغيره وجوج معالق كبار ديال صلصه الصوجه، وكنضيف زيت الزيتون، وكنضيفوا التوابل كامله اللي شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. من بعد كنضيف الثومه كنفرموها باش كطحن لينا مزيان في الخلاط الكهربائي صافي. وكندير كلشي طحن كيف ما كتلاحظوا معايا، كنطحن الخليط ديالي جيدا. وهنا بعد ما طحن ليا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نضيف ليه ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الزعتر، وكنحركوا الخليط ديالنا مزيان. كنخلطوا داك الزعتر وورقه سيدنا موسى اللي ضفنا. من بعد كناخذوا الحوت ديالنا كنضيفوا ليه ديك الشرموله اللي طحنا، واحد الملعقه كبيره ولا جوج على حساب الكميه اللي عندكم، كنوضعوها على النار مع التحريك جيدا. بالنسبه للستيبيا باش ما تنشفش ليكم ما تخلوهاش بزاف على النار، ونفس الشيء كنديروه للكروفيت والميرنا. هنا ما تصوراتش ليا الميرنا، المهم كنشحروا حتى البصله بنفس الشرموله. هاد الطريقه كتجي بها البسطيله غزاله، غير جربوها. كيف ما كتلاحظوا معايا كنحرك جيدا حتى كتشح ليا البصله ديالي. ومن بعد ما شحرت كلشي كناخذ واحد القصريه ولا اناء كنوضع فيه الشعريه الصينيه اللي رقتها في الماء ديال الكروفيت وقطعتها شويه بالمقص. كنضيف لها الزيتون والشوبينيو، وكنضيف لها حتى ديك الشرموله اللي طحنت، كنضيف لها ايضا شويه ديال المعدنوس، وكنخلط كلشي كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد كنزيد لها الحوت اللي شحرت معاكم والفرomاج، وكنخلط كلشي. وهنا كنضيف البصله كنخليها هي الاخرى باش كتبقى البنه ديالها. من بعد كناخذ الورقه ديال البسطيله كنقسمها على 4، وكناخذ جوج طروفه كندهنهم بخليط الزبده نوازيط مع الزيت والتحميره باش كتعطيهم داك اللون الذهبي. وكناخذ واحد المول صغير اللي كنقطعوا به الحرشه وكنشكلهم بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. كنوضع الحشوه في الوسط، طريقه راه جد سهله كيف ما موضح لكم في الفيديو. كنجمعها بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا، كنتحصلوا على بسيطله بهذا الشكل. هنا غنعاود معكم وحده اخرى كندهنها بنفس الخليط كيف ما كتلاحظوا. غادي نعمرها ثاني وكنجمعها وكنعاود نوضعها في الطرف الاخر بهذا الشكل على التحت ديالها، وكنجمعها بهذه الطريقه صافي. وكندهن بداك الخليط وكنوضعهم في اللاطه. ومن بعد ما كملتهم كندهنهم بنفس الخليط ديال الزبده نوازيط مع الزيت والتحميره. كنستمر حتى كندهن البسيطلات ديالي كاملين بهذه الطريقه. من بعد كنجيب واحد الكوردون كنبدا نثقبهم بهذا الشكل باش ما كيتنفخوش ليا في الفرن.
وكندخلوهم للفرن يطيبوا على عافية مهيلة حتى كيطيبوا وياخدوا وقتهم في الطياب. من بعد ما طابوا كيجيونا على هاد الشكل. زينتهم بالكروفيط ولي طرونج ديال الحامض والبافو بهاد الشكل. التزيين كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. وهنا كنكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى ما تبخلوش عليا باللايك، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.